السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بكل متابعينا على القناة. النهارده إن شاء الله فيديو جديد. معانا حمام لاحم فرنساوي بيور للبيع، ومعانا إن شاء الله مجموعة زواجل مستويات عالية جدا شغال للبيع، ومعانا مجموعة شبابات زي ما هو واضح قدامنا في الصورة. إن شاء الله مستويات عالية جدا يا جماعة من الحمام اللحم الفرنساوي الأصلي البيور للبيع بإذن الله. الحمام الشبابات ده بيتراوح عمره بإذن الله، في حمام مسقط رشتين، وفي حمام مسقط 3، وفي حمام مسقط 4، لحد إن شاء الله حمام على وش شغل بإذن الله. مستويات عالية جدا من الحمام اللحم الفرنساوي، ومستويات عالية من الحمام الزاجل. اهاليها كلها يا جماعه مستوياتها عاليه جدا، وزي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره الحمام كله راقد على بيض، وفي حمام كتير جدا تحت منه زغاليل. اللي محتاج معانا اي حاجه ان شاء الله يتواصل معانا فون، رقم التليفون 010 17 67 5300. التسليم ان شاء الله في بنها. الحمام يا جماعه باذن الله صحه زي ما احنا شايفين، صحه كويسه جدا، مستويات عاليه، كله انتاج جديد باذن الله. اكبر فرد اكبر جوز حمام منهم ممكن يكون شغال 20 أو 3 ان شاء الله. يعني من الاخر اللي هيكون له نصيب فيهم باذن الله هياخد الحمام في عزه كله وفي خيره ان شاء الله. الحمام اللاحم اللي موجود معانا النهارده ان شاء الله بيتميز يا جماعه بسرعه الانتاج. حجم الزغاليل بتاعته ما شاء الله بتبقى حجمها كبير، قد البلدي حوالي مرة ونص او مرتين. الاهالي نفسها حجمها يا جماعه كبير ومستوياتها كويسه جدا. حابب اوضح معلومه سريعه كده لكل حبايبنا المتابعين على القناه، ان الحمام اللحم ده يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ان في قص حمام بيلحم على 8 ايام او 12 يوم او 15 يوم كل مره، لكن هي دي ارزاق. ممكن قص الحمام يلحم مره على 12 يوم، المره اللي بعدها يلحم على 10 ايام، المره اللي بعدها يلحم على 20 يوم. دي كلها يا جماعه بتبقى ارزاق. لكن اللي يقول لك ان في قص حمام بيلحم كل مره على 12 يوم او 15 يوم، الكلام ده مش مظبوط خالص وملوش اساس من الصحه نهائي في تربيه الحمام. فلازم كلنا يبقى عندنا المعلومه دي. بالاضافه ان حجم الزغاليل يا جماعه بيعتمد ايضا على الكلفه المتوازنه، بيعتمد على الاهتمام باستمرار الحمام، ونظافه الحمام حاجه مهمه جدا وعامل مهم جدا. اما بالنسبه للطرق اللي انت ممكن تستخدمها في تربيه الحمام، فاحنا عندنا هم طريقتين يا جماعه مشهورين جدا. الطريقه الاولى وهي تربيه الحمام على السايب. دي طريقه بتعتمد على عدد الحمام اللي موجود عندك. لو انت عندك كميه كبيره من الحمام هيبقى صعب جدا ان انت تتابعهم. لو انت بتربيهم على السايب صعب جدا انت تعرف فين القص الشغال والقص اللي مش شغال، القص المريح، كل الحاجات دي انت هتبقى صعبه عليك في حاله التربيه على السايب. لكن لو انت مفيش عندك اي طريقه تانية غير انك تربي الحمام على السايب، يفضل ان انت ما تزودش عدد الحمام عن 25 قص، وبشرط كمان تكون متاكد ان الحمام اللي انت حاطه ده او ال 25 قص اللي انت بتربيهم فيهم 25 ذكر و25 نتايه. لان اي زياده في عدد الذكور يا جماعه في العشه، او اي زياده في عدد النتي في العشه، بيأثر على الحمام جدا وبيأثر على الانتاج عندك. الذكوره الزياده اللي في العشه بتبدا تلف في العشه كلها، تبدا تضرب الاسوس اللي شغاله، ممكن يعملوا خناقه في قلب العش نفسه، ممكن البيض يتكسر، ممكن الزغاليل تموت. كل الحاجات دي مشاكل هتقابلك في تربيه الحمام لو انت عندك كميه كبيره او عندك ذكوره زياده في قلب العشه. لكن يفضل انت هتربي الحمام على السايب لازم تبقى عارف عدد الذكوره عندك بالظبط قد عدد النتج، ويفضل ان انت تكون مرقمهم في علبه دبل كده يا جماعه بلاستيك بتيجي بتبقى مترقمه من 1 ل 100. انت بتجيب اجنده او ورقه او كشكول كده وقلم وتكتب فيه ان القص مثلا الاولاني رقم الذكر 1، النتايه 2، او النتايه 1 والذكر 2، مش هتفرق. المهم ان انت تبقى مقيد عندك ان كل ذكر رقمه كذا، او القص على بعضه رقم كذا ورقم كذا، بحيث حتى انت عندك لو في فرد مات ولا حاجه لا قدر الله، او حصل عندك اي مشكله في العشه وفي حمام مات عندك، تبقى انت محدد وعارف القص ده ان النتايه بتاعته مثلا ماتت او الذكر مات، فانت بتبدا تمسك الذكر اللي موجود وتبدا تولف عليه نتايه ثانيه او تجهز له نتايه ثانيه وتديها له. لكن لو سبت ذكر في العشه سايب ده هيعمل لك مشاكل كتيره جدا، لان الذكر ده من غير نتايه فهيبدا يلف في قلب العشوش كلها، يبدا يعمل مشاجرات وخناقات مع الاسوس اللي شغاله، ممكن يكسر البيض، ممكن يموت الزغاليل الصغيره. طبعا دي مشاكل انت في غنى عنها، لازم اقول لك عليها عشان تعرفها. اما بالنسبه لتربيه الحمام في السلكات دي جميله جدا. لو انت عايز تربي 1000 جوز في السلكات تقدر تربيه، لان انت من خلال تربيه الحمام في السلكات بتبقى عارف كل قص شغال، القص اللي مش شغال، القص المريض،
في حاجه كمان يا جماعه عايز اقول لك عليها في تربيه الحمام على السايب، ان لو في قص لا قدر الله حصل له اي مرض او حصل له اي مشكله في العشه نفسها، ممكن المرض ده عن طريق الزرع ينتشر للحمام كله. اما لما يكون الحمام في السلكات الى حد ما بتبقى الدنيا يعني هاديه شويه عندك في الامراض، في نفس الوقت انتشار المرض في بين قصوص الحمام بتبقى هاديه وبتبقى كويسه، وبتقدر تعالج الحمام كمان يعني فردي. لكن لو الحمام على السايب بتضطر انت تعالجه كله جماعي، بيبقى في حمام سليم ما فيش فيه اي امراض ومناعته قويه، وبتضطر انت تديله علاج عشان تعالج الحمام المريض. طبعا ما ننساش ايضا موضوع العزل. لو انت في عشه الحمام عندك لقيت اي فرده حمام او اي قص حمام يا جماعه او مجموعه حمام بتلاقيه كاشش، انت لما بترمي الاكل للحمام لازم تقعد حوالي نص ساعه في قلب الحمام علشان تشوف فين الحمام اللي ما بيقبلش على الاكل، فين الحمام اللي هو راكن ونافش ريشه كده وواخد جنب كده، تعرف على طول ان الحمام ده حمام مريض، تبدا على طول تعمل له عمليه عزل. لان الحمام ده من خلال الزرع بتاعه ونكش الحمام التاني في اللي هو موجود في نفس العشه في الزرع بتاع الحمام ده، فممكن ينقل المرض بسهوله جدا بين الحمام. اما في تربيه الحمام في السلكات بتبقى فيه ميزه زي ما قلنا في الاول، ان انت بتقدر تعرف الحمام اللي شغال من الحمام اللي مريح، الحمام اللي مش شغال. قص الحمام عندك لازم يكون زي ما بياكل لازم ينتج، لان لو انت عندك 20 قص حمام لو فيهم 15 قص بينتجوا و5 مريحين او عطال او ما بيشتغلوش خالص، وانت طبعا مش قادر تطلعهم ومش قادر تعرفهم، ده هيأثر معاك لان هيديك تكلفه عاليه في الاكل، وهيديك تكلفه عاليه في الكلفه والادويه وكل حاجه، وفي نفس الوقت انتاج اقل. يبقى انت بتربي عدد كبير من الحمام لكن في نفس الوقت عندك انتاج بسيط على قد الحمام اللي هو شغال فقط، فده طبعا بيؤدي للخساره وبيخليك ما تقدرش تربح كويس من الحمام. دي كانت يا جماعه نبذه مختصره كده عن تربيه الحمام في السلكات وتربيه الحمام على السيد. انا عن نفسي انا يا جماعه بحب تربيه الحمام في السلكات علشان اقدر اتابع الحمام قص بقص وابدا اديله كميه الاكل المناسبه. في حاجه كمان يا جماعه تربيه الحمام على السايب، لو انت بترمي الاكل وتنزل في زغاليل كتير جدا ما بتلحقش تاكل، يعني الاهالي على ما بتاخد الاكل وتروح تاكل الزغاليل ممكن الكلفه بتكون خلصت. فانا هنا بنصح كل اي حد او كل واحد بيربي حمام على السايب لازم ان انت تراعي الحمام اللي عنده زغاليل، فلازم تحط كلفه بزياده شويه بحيث ان الحمام كله ياكل، والحمام اللي هو معاه زغاليل ياكل الزغاليل بتاعته، ويتبقى مجموعه من الاكل او من الكلفه في قلب المكلف، عشان انت تبقى كده واثق ان الحمام كله الحمد لله كل، والحمام بتاعته زغاليل اكل ولاده. بالنسبه للحمام اللي في السلكات، انت طبعا الحمام الجوز اللي هو بيبقى تحته زغاليل بتزود له في الاكل شويه وفي الكلفه، وبتقعد ايضا فتره حوالي نص ساعه كده بعد ما بتكلف الحمام. في النص ساعه دي بتبدا قبل ما تنزل بتبص في عش الحمام كلها تشوف في مثلا اكل متوفر، في قص حمام خلص الاكل كله وجعان لسه عمال يلف في قلب العين، فهنا لازم تحط له كميه اكل كويسه، لان الحمام ده يا جماعه كل ما بنهتم بيه كل ما بيدينا كلفه، كل ما بيدينا عفوا زغاليل كتير، كل ما بيدينا انتاج احسن. الزغاليل بيبقى حجمها كبير، اما لو الحمام ما بيشبعش ده هيأثر على الانتاج بتاعه وهيأثر على حجم الزغاليل لو كانت الزغاليل ما بتاكلش كويس. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.